يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاسه حلوه جدا، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، بمكونات موجوده في كل بيت، واقتصاديه جدا وقيمتها الغذائيه عاليه، وكمان لذيذه جدا جدا. هو البتنجان الرومي هنعمله بطريقه مختلفه خالص، غير الطرق التقليديه اللي احنا بنعملها بيها. تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي ان الطريقه مختلفه خالص وجميله جدا، وطبعا هتجربيها وتقولي لي رأيك بعد كده. اول حاجة معايا بتنجانية رومي كده كبيرة، وعشان تعرفي ان هي صبحة ولا لا، فريش ولا لا، لازم تكون بتلمع زي ما انت شايفة كده. انا بدأت اقطعها كده بطريقة عشوائية زي ما انتم شايفين. هيبقى فيها شوية من القشر بتنجان وشوية لا، زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ نقطعها شرايح مع بعض. هنقطعها شرايح وبعد كده نبدأ نقطعها مكعبات مع بعض برضو. الوصفة دي جميلة جدا يا جماعة، حلوة قوي واقتصادية وقيمتها الغذائية عالية ولذيذة جدا. يعني حاجة كده بصراحة، وسهلة جدا كمان ومتاخدش وقت خالص. بدأت كده اقطع البتنجان مكعبات زي ما انتم شايفين. حلوة قوي وسهلة وما بتاخدش وقت كمان معانا في عمايلها الوصفة دي يعني. تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي ان هي مختلفة فعلا. جبت بولة ونزلت فيها بمعلقة ملح كبيرة. هبدأ ادوبها وهنزل فيها بالبتنجان اللي انا قطعته. هبدأ انزله كده. هنزل البتنجان في المية والملح عشان لما اجي احمره ما يشربش زيت معانا، ويبقى كويس جدا معانا. هنقعه لمدة ربع ساعة، بعدين ابدأ اشتغل بيه عادي خالص. هبدأ بقى اغطيه كده واسيبه لمدة ربع ساعة منقوع في المية والملح. جبت بصلاية، هبدأ اقطعها معايا كده مكعبات صغيرة. وصفة سهلة قوي ومكوناتها بسيطة جدا يعني. احنا خدنا حبة بسنجانة واحدة بس اللي قطعناها، مش اكتر من كده، وبصلاية واحدة زي ما انتم شايفين. قطعتها مكعبات كده. جبت طاسة على النار ونزلت فيها بمعلقتين من الزيت. هبدأ انزل بالبصلاية. هشوحها في الزيت كده لغاية ما تدبل معايا. بعدين هبدأ انزل عليها بالبهارات. البهارات دي مهمة جدا، هي اللي هتخلي الوصفة طعمها حلو جدا. هي نص معلقة كركم كده زي ما انتم شايفين. الكركم بيخلي طعمها حلو جدا وبيعلي قيمتها الغذائية طبعا. نص معلقة فلفل اسود. هبدأ اقلبهم كويس جدا لغاية ما اشم الزيوت العطرية بتاعتهم، والتوابل البصل تشربها، البصل يشربها، وتحسي الريحة بتاعت التوابل طلعت معانا. بعد كده جبت 3 طماطمات، هقطعهم برضو مكعبات صغيرة كده. عايزة تحطيهم بوريه مفيش مشاكل، بس هما مقطعين مكعبات يبقى طعمهم احلى بكتير من البوريه في الوصفة دي يعني. انا هنا قطعت الطماطم خالص، خلصتها كلها. هبدأ بقى انزل بيها على البصل والتوابل بعد طبعا الريحة ما طلعت بتاعة التوابل. الريحة مش قادرة اقول لكم عليها، جميلة جدا. هبدأ اقلب كويس كده الطماطم مع البصل مع التوابل. هنزل عليهم بمعلقة ملح صغيرة. هقلبهم كويس. وهغطيهم لمدة لغاية ما تسبكوا معايا، يعني لمدة 5 دقايق ولا حاجة لغاية ما تسبكوا بس معايا. وبعد كده بقى هبدأ اصفي البتنجان عشان نحمره. جبت مصفى كده وصفيت فيها البتنجان.
هو طبعا اتنقع لمدة ربع ساعة في قلب المية والايه والملح. صفيت البتنجان خلاص، حطيت زيت على النار وهبدأ انزل بايه بالبتنجان. الزيت طبعا يتقدح شوية وننزل بايه بالبتنجان، واسيبه طبعا لغاية ما يتحمر، وبعد كده ايه نشوفه مع بعض. هقلبه كده واسيبه لغاية ما يتحمر معايا. جيت هنا بقى، كانت الطماطم متسبكت هي والبصل، نزلت عليها بقرنين فلفل رومي قطعتهم مكعبات صغيرين زي ما انتم شايفين. هقلبهم كويس جدا برضو واسيبهم يتسبكوا. بعد ما تسبكوا هنا كده نزلت بالبسنجان بعد ما قليته، هبدأ اقلبه في قلب الايه التسبيكة برضو يتشرب شوية منها، يتشرب شوية منها، وهغطيها لغاية ما تسبكوا وبعدين نشوفهم مع بعض. بعد ما تسبكوا انا جبت 4 بيضات هنزل بيهم. البيض ده بقى بروتين طبعا، يعني الوجبة كده كاملة متكاملة جدا جميلة وقيمتها الغذائية عالية. هنزل في كل ركن كده ببيضة زي ما انتم شايفين. هقلب البيض كده بالشوكة، وبعدين هنزل عليه بفلفل اسود واسيبه لغاية ما ما يستوي معايا طبعا البيض. شايفين بقى بتنجان فيه حديد وبروتين في البيض، يعني قيمة غذائية عالية. هنزل بالفلفل الاسود هنا كده زي ما انتم شايفين، عشان طبعا البيض والزفارة بتاعته. هغطي واسيبه لغاية ما يستوي ونشوفه مع بعض. بعد ما استوى البيض بصوا شكله شهي جدا ازاي، شكل الطاسة تحفة. هنزل بقى بجبنة موتزاريلا كده. جبنة الموتزاريلا هتديها طبعا طعم ويعني حاجة كده تخليها بتشهي. هغمر الطاسة كلها بالجبنة الموتزاريلا زي ما انتم شايفين. غمرتها هغطيها لغاية ما تسيح طبعا الجبنة، وبعد كده نشوفها مع بعض. هي هنا كانت ساحة الجبنة خلاص زي ما انتم شايفين، شهية جدا. رشة بقدونس بس للتزيين كده، مش اكتر من كده. كده معانا الطاسة جاهزة زي ما انتم شايفين. بصوا شهية جدا تفتح النفس، جميلة، قيمتها الغذائية عالية واقتصادية ولذيذة جدا زي ما انتم شايفين. بصوا انا اطلع لكم قطعة كده تشوفوها تحفة. بصوا جميلة جدا، الجبنة الباذنجان مع الفلفل مع الجبنة الموتزاريلا حكاية. مش قادرة اقول لكم على الريحة طبعا تحفة، ولا الجبنة الموتزاريلا سايحة فيها، جميلة جدا. طبعا طبق شهي جدا. طبعا لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.